السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا اخواني، حياكم الله. وصلني هذا المبخر يمكن من شهرين، ولكن ما جربته ولا استخدمته وناوي اليوم اجربه واستخدمه ان شاء الله. طبعا هم يعني من قبل ضد المباخر الالكترونيه، لكن هذا قالوا انه في ميز حلوه، ومن ضمن الميز ان تتحكم بالحراره، قوة الحرارة، وبنفس الوقت انزين بنفس الوقت في هذه تحطها وتحط فوقها العود. لان انا قبل كنت اقول ان المبخر الالكتروني من عيوبه انه يبقى بالزيت من العود، فتبقى كل مرة يطلع فيه ريحة حرق، وما يضبط ريحته، ما تضبط ريحته كل مرة. يعني أول مرة ريحته تكون مضبوط، ريحته بخور طيبة، لكن بعدين يخرب. قالوا لا، هذا مسوى على طريقة يعني يتنظف بسهولة، وبعد هم كذلك حاطين لك هذه تحط فيها، تحط فوقها العود، حتى انك ما تمسك. بعد اذا مسكت سهل تنظيفها ويرجع يعني كالجديد. أنا بجرب اليوم العود وبشوف شلون راح تكون ريحته، لأنه بصراحة هذا المبخر إذا على طبعا شاريه تقريبا 550 ريال، يعني يقول 450 ريال، يعني يقول فيه 35 دينار. وهذا المبخر ما شاء الله حاطين لك يعني ثلاث استخدامات للمبخر. زيت عطري تحطه على هذه، والبخور معمول، البخور عادي. فانا من قرأت الورقه قبل شوي وكذي، فانا رايي طبعا هو هني تحط الزيت العطري، وهني افضلك تحط المعمول. هني ما افضل انك يعني بالصاجه مباشره، انا افضل انك تحط البخور. ليش؟ لانه سهل استخدامه. شوف بدا يشتغل الحين. اخذنا كسيره من هالبخور الطراد، هاي ثقيله. خلينا نجرب شيء خفيف قبل احط الثقيل. شوف وضعه بالخفيف، شوف بدا يشتغل. من العيوب المبخر ما تقدر تتحكم بالدرجات حرارة، فهذه درجة واحدة، فحطينا كسرة على طول احترقت، يعني على طول يعني ولعت. شوف شابة ما شاء الله ما شاء الله. وهناك وريحة ليش طق الجهاز تنبيه؟ معناته ممكن خلاص يعني حط كسرة البخور. للأسف هذا عيب شرعي. بتشيك على الكتالوج هنا، والله حار، والله نار. شوف شي والله حيل حار. لا، طلع لي رقم 7 بعد ما شوف الجمرة شلون، شوف الكز البخور شلون صارت احترقت. شوف حط له الحين الرقم، فلازم اقرا الكتالوج كامل واشوف شنو مشكلته. شوف التل قاعد تدخن، هذا الصاج لحد الحين قاعد تدخن من ريحة من زيت البخور. مثل ما توقعت لا يوجد تحكم في الدرجة. هذا عقب ما تشغل المبخر يعطي درجة لدرجة 7، وبعدها يعطيك صوت تصير قبل شوي صفر انك مسموح لك انك تشيله. فاذا شلته تقدر تبخر الموجودين مدة 7 دقائق، لكن يعني للأسف ان يعني الكسرة الكبيرة يقدر عليها، بس مو الكسرة الكبيرة ثقيلة حيل. خلينا ندور واحدة من الكسر قبل شوي كانت فيديو وين راحت. شوف هذه الكسرة نبي نحطها طبعا. شوف على طول يعني أحر من الجمر. تور صار يعني 4 قبل شوي كان 7. هذه درجة معقولة، ترى هذه درجة منطقية شوي. نبي درجة، نبي نشوف شو يصير معنا الحين. يعني اللي فهمته من هذا الجهاز اختصارا، إذا وصل رقم 7 تشيله وتحط كسرة تكون بهذا الحجم وفيها هذا الثقل. يعني ترى فيها، شوف سماكتها، تراد بس فيها سماكة. هذه اوكي ينفع معاها.
اذا بتحط كسر صغيره نفس هذه ودقه وشوي، تنطر لين يجي الرقم 4 لما يوصل رقم 4. شوف الحين كم وصل رقم 7 لين يوصل رقم 4. بعد شوف الحين صار 6. لما تشيله هو تخف الحراره. اعطى دقيقه وحط كسرتك اذا كسرتك دقه. اما اذا لا والله كسر كبيره وتشي تبي تبخر، حطها على رقم 7 اللي انطر لما يوصل رقم 7، وحط الجمر وحط الكسر البخور وتبخر بس، لان ما راح يجيب معك نتيجه. وعلى رايي الفحم احسن بكثير. هذا اللي كنت اقول عنه، الاثار اللي تبقى في صاجة المبخر. لكن هم بالكتالوج يقولون لا، انها هذه سهله التنظيف، بس مجرد انك تشيل كسرة البخور وتنطر لين يبرد. شفت انا طفيتها، تنطر لين يبرد، تمسحها بقطعه قماش مع شويه ماء يرجع جديد، وهذا شيء ممتاز حلو. انا اتوقع هذا الجهاز اذا انت بتشتريه وعاجبك او كيت يصلح حق البيت، من ناحيه اذا بتحطه في مكان معين على الكهرباء، تقط لك كسرة بخور تخليها تبخر المكان، او انك تشيل تطخ في فره في البيت، لان ما يهمك رائحه الصافيه للعود في البيت، لان بتطيب البيت. حط لك كسرة شوي ثقيله وتخليها تبخر البيت كله. فاما اذا بتبخر وتحط لك كسر عليها الكلام، خليك على مبخرك المعتاد وفحمتك المعتاده. طبعا لازم نصيحه لك يا اخواني اللي تشتغلون في العود، انتبه من موظفين العود، انتبه من احنا ما نخون، ولكن ما نكون مغفلين. لازم تعطيه كيلو وينظفه، وبعدين تشيك على كل كيلو حلو. وحاول انك اذا جبته ما تقول له عندي بخور نوع الفلاني تنظفه، لا تقول له شو النوع، خليه يجيك تفاجئ شو النوع اللي معك حلو. ومثل ما قلت لك انه تعطيه كيلو، كل ما ينظف كيلو وتعطيه شيء توزنه، تقول تشوف الوزن، قال كي شفته ويلا نظفه. الا نظف لك تاخذ البقايا الخشب والباتكس اللي موجوده، تشوفها تاخذها وتشيك عليها وتوزنها. بعد ما توزنها تشوف، لان مره صار عندنا سرقه 145 جرام من عود طيب، كان 145 جرام كان راس ماله علينا، كان 145 كان قيمتها ممكن فوق ال 400 دينار. فهذه طقه شايده، فهو ما ياخذ بوق عودك كله، يطلع له من كل يعني هو كان 3 كيلو العود، ياخذ له شوي من هذا ياخذ له شوي من هذا، وما تحس انت. فاول شيء شو تسوي انت؟ توزن عود. طبعا اول ما توزن عود تعطيه كيلو نظفه، وبعد ما ينظف يطلع لك الداست توزنه وتوزن الباتكس وتشوف في نقص، راح يكون في نقص، لابد في نقص، يكون تربه قليله تعلقت في ملابسه، طارت مع الشفاط، يكون في شيء ينقص ثابت. بس النقص كم؟ بالكيلو اذا ذبح نفسه يعني 20 جرام، هذا اذا ذبح نفسه لكن اكثر من كذي لا، في لعب. لكن ركز على الكلمه اللي يقولك اياها، انتبه لا يكون معطي عود في رطوبه تظلم الرجال، لا تعطي عود ناشف متاكد انه ناشف وبس.